أرتل الجيش السوري، أرتل وزارة الدفاع السورية عم توصل للحدود السورية اللبنانية لرسم الحدود عسكريا ولتأديب مجرمي حزب الله اللبناني الإرهابي. بعد تسلل عناصر حزب الله اللبناني الإرهابي من الأراضي اللبنانية يوم أمس للأراضي السورية واختطافه لثلاثة من عناصر الجيش السوري بعد كمين غادر وقتلهم لهدول العناصر بطريقة بشعة، أرتل وزارة الدفاع السورية، أرتل الجيش السوري عم تتوجه للحدود السورية اللبنانية من ليلة أمس. الثقيل، الدبابات والمعدات الثقيلة والمدافع والراجمات بدأت توصل للحدود السورية اللبنانية لرسم الحدود عسكريا، لأنه صار من الضرورة أنه تترسم هاي الحدود عسكريا، صار من الضرورة أنه نحمي بلدنا ونحمي سيادة بلدنا، صار من الضرورة أنه نحمي هذا البلد من تجار المخدرات، من مجرمي ومهربي سلاح، ومن مجرمي حزب الله اللبناني اللي هم عم يشرفوا على عمليات التهريب هاي. والكمين اللي عملوه امبارحة هو بس لأنه بدهم يسيروا عمليات التهريب، تهريب الكبتاغون وتهريب السلاح والمخدرات. هدول المجرمين صار لازم ينوضع لهم حد، وأكيد أبطال الجيش السوري، أبطال وزارة الدفاع هم القادرين أنه يحطوا لهم حد. اجوكم رجال ما بيخافوا الموت، اجوكم وحوش بآلياتهم الثقيلة، وحوش سقطوا نظام الأسد وطردوكم من كل ثكناتكم العسكرية ومن كل الأراضي السورية. وهلأ صار لازم أنه نحمي حدودنا، صار لازم أنه نحمي حدودنا. لكل اللي حكى امبارحة وسائل الإعلام اللبنانيين، ناشطين لبنانيين ومجرمي أو أبواق حزب الله اللبناني اللي قالوا اللي عم يقاتل هو العشائر اللبنانية وحزب الله ما له علاقة والعشائر هي اللي عم تقاتل. خلال ليلة أمس واليوم الصبح تم استهداف عدة سيارات للأمن العام وسيارات لوزارة الدفاع بصواريخ حرارية مضادة للدروع. العشائر عندها صواريخ حرارية، تم استهداف عدة نقاط بقذائف مدفعية وقذائف هاون أطلقت من الأراضي اللبنانية، من شان ما حدا يقول ليش الجيش السوري بده يقصف مواقع حزب الله بلبنان، لأنه في مجرمين عم يقصفوا الأراضي السورية بالمدفعية. وشفت الفيديوهات وعم يستهدفوا سيارات من تلال الجبلية، عم يستهدفوا سيارات بصواريخ حرارية مضادة للدروع. لهيك تحملوا القادم، تحملوا القادم، القادم راح يكون أدهى وأمر عليكم. طبعا الجيش السوري خلال ليلة أمس واليوم استهدف عدة ثكنات عسكرية ومستودعات أسلحة لعناصر حزب الله اللبناني، مما أدى لمقتل عدة عناصر وإصابة عناصر آخرين وانفجار عدة مستودعات ذخيرة. وهي كانت بس الرد الأول من الجيش السوري ومن وزارة الدفاع السورية. الرد القادم رح يكون أدهى وأقصى وأمر حتى تترسم الحدود، حتى تنحمى حدودنا. واجبنا أنه نوقف مع هذا الجيش، واجبنا أنه نحمي حدودنا، نحمي سيادة بلدنا، نمنع تجار الحشيش والمخدرات والسلاح من أنه يستهدفوا سلاحنا ويستهدفوا أرضنا ويستهدفوا شبابنا. استنوا الساعات القادمة، الساعات القادمة ما رح تكون غير ساعات نار عليكم بإذن الله. استنوا.